اليوم زرت معرض الزهور بمدينة تونس الذي ينتظم كل سنة في النصف الثاني من شهر ماي بحديقة البلفدير. هذه مقتنياتي من المعرض. أنا سعيدة جدا. لقد اشتريت أواني فخارية متعددة مثل هذا الإناء المخصص للشرب، نباتات مثل النعناع المغربي وزهور القرنفل الأحمر والأبيض، الحبق، أواني لزراعة نباتات الصغيرة، ونبتة الإكليل الجبلي. هيا نتجول مع بعض في أرجاء هذا المعرض. ما أن تدخل المعرض ينتابك شعور بالراحة وأنت تتجول بين الأنواع المختلفة من النباتات والأزهار. في هذا الركن أحاذي شجيرات التين، شجيرات الخوخ، وشجيرات أخرى مختلفة. هنا نرى إبداع صانعي الفخار. هنا أواني مخصصة للشواء بمختلف الأحجام، بالقرب منها أواني للزراعة مختلفة الألوان وأسعارها في متناول الجميع. أشجار غريبة ومختلفة الألوان يمكن استعمالها للزينة في حدائق المنازل. هذا الركن مخصص لمحبي أشجار الورد والنباتات الطبية. هذه أنواع من النباتات التي تتحمل العطش، وهي مخصصة في الأغلب للزينة ولا تحتاج إلى الكثير من الماء. هذه أشجار الصبار والتين الشوكي بمختلف أحجامها وأنواعها. هنا نجد نبتة الحبق أو الريحان، تسمى بازيليك باللغة الفرنسية، وهو نافع لطرد الحشرات ويستعمل أيضا للطبخ. تتميز أشجار الورد المحلية برائحتها الزكية، وهي ذات لون واحد وأغلبها وردية اللون. أشجار الورد متوفرة بألوان كثيرة وهي جميلة ورائحتها زكية. تعمل الورود ذات الرائحة الزكية في تقطير ماء الورد.
هنا نجد أشجار الموز، أشجار الزيتون، نبتة الإكليل الجبلي، ونباتات مخصصة للزينة، أنواع من النخيل، أشجار الورد، وأشجار القوارص. صنعت هذه الأواني الفخارية بمنطقة المكنين من ولاية المنستير. هذه الأواني مخصصة للزراعة والزينة. لقد استمتعت بجولتي في هذا اليوم الأول من افتتاح المعرض. دعوكم أنتم أيضا مشاهدينا لزيارته. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي. إلى اللقاء.